بيل جيتس بيدعو الدول الكبيرة الغنية بالإنتاج الزراعي والحيواني اللي هم أمريكا وهولندا بالتوجه للحوم المصنعة في المختبرات على أساس إن الفكرة دي هتحمي البيئة. عشان كده يوم 1 أكتوبر سنة 2019 خرج مزارعين هولندا في مظاهرة بأكتر من 2000 جرار وسدوا الطرق السريعة. كل ده عشان الحكومة عاوزة تقلل انبعاثات النيتروجين بنسبة 50% على سنة 2030، وبتطالب المزارعين بقفل 11200 مزرعة، وبتطالب أكتر من 17000 مزرعة بتخفيض أعداد الماشية بنسبة 50%، اللي عددهم في هولندا أكتر من 120 مليون. طب هي اللحوم المصنعة دي بتتعمل إزاي؟ يقال إنهم بيجيبوا مثلا الأبقار وبياخدوا منهم نسيج لحد لما يوصلوا للخلايا الجذعية والمحاليل الداعمة للنمو، وتتكاثر الخلايا دي داخل مفاعلات حيوية وتبقى حتة لحمة بعد كده تتاكل. وأول مرة ظهرت حتة لحمة مصنعة كانت سنة 2013 من خلال علماء هولندا، والفيديو ده فيه أول قطعة لحمة مصنعة تتاكل. على فكرة إيطاليا عملت حظر إنتاج واستهلاك وتسويق اللحوم المصنعة، أما هولندا سمحوا بتذوق اللحوم المصنعة مجرد تدوقها بس، أما أمريكا فيها شركات بتبيع اللحوم المصنعة. والغريب بقى إن أكبر شركات اللحوم الطبيعية في العالم هي اللي واقفة ورا موضوع اللحوم المصنعة عشان خايفين إن سوقها يكبر بعد كده. بس اللحوم دي لما نزلت في أسواق أمريكا بتكون غالية جدا، وهم عاوزين يرخصوها في أقرب وقت، فقال لك بدل ما نستنى اللحوم المصنعة ترخص بعد وقت كبير، طب ما نغلي اللحوم الطبيعية شوية من خلال إننا نقلل الإنتاج منها بنسبة 50%. وده فعلا اللي بيحصل في هولندا وقريب في بعض الدول الأوروبية. وطبعا اللحوم المصنعة دي بيكون ليها تأثيرات بيئية سلبية أسوأ من تأثير اللحوم الطبيعية ب 25 مرة. الكلام ده من خلال دراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية. والتأثير ده بسبب كثرة استخدام الوقود الحفري المرتبط بالتقنيات المستخدمة لتطوير اللحوم المصنعة، ده غير تأثيرها السلبي على الإنسان من خلال إنه يفقد الشهية تجاه اللحوم الطبيعية. وفي الآخر قول لي رأيك، هل أنت شايف إن اللحوم المصنعة دي صحية للإنسان والبيئة، ولا اللحوم الطبيعية اللي ربنا خلقها أفضل لصحتنا؟ بس كده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.